السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى ينتهي مسلسل مهاجم الأهلي؟ امتى يا جماعة بقى هنخلص من موضوع مهاجم الأهلي؟ خلاص جاي النهاردة أمير توفيق سافر، خلاص هيخلص مع المهاجم وإن شاء الله الإعلان خلال ساعات. زهقنا من الأخبار عن مهاجم الأهلي، والموضوع خلاص يا جماعة. شهر يناير قدامي 3 أو 4 أيام خلاص، والشهر يناير هيخلص وهيبقى كده باب الانتقالات يتقفل بالكامل. وبال وطبعا بنتكلم عن الاهلي يا جماعه. بعثه الاهلي ان شاء الله هتطير بكره الساعه 5 للمغرب، ورئيس البعثه طبعا هيبقى الاسطوره الكابتن محمود الخطيب بيبو. ويبقى بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. طب في حاله اذا كان يا جماعه الاهلي في اليومين دول اتعاقد مع مهاجم، انت كمتفرج للاهلي انت منتظر حاجه منه في كاس العالم للانديه؟ يعني احنا هنجيبه هيفيدنا في حاجه في كاس العالم للانديه؟ انا عن نفسي يعني كمتابع للكوره مش متوقع منه. حتى لو الاهلي جاب مهاجم ما تنتظرش منه حاجه في كاس العالم للانديه. انت خلاص اول مباراه ليك يوم 1 فبراير هيجي انت ضامن انه هيجي وهيخش في وسط المجموعه وهينسجم. فانا بقول لكم حتى لو الاهلي جاب مهاجم ما تنتظروش منه حاجه في كاس العالم للانديه. هيفيدنا ان شاء الله بقى في الدوري وفي افريقيا وكاس العالم للانديه السنه اللي جايه ان شاء الله عليك بخير. لكن حتى في حاله الاهلي جاب مهاجم ما تجيب يعني الناس ما تقولش هو بيجيبه عشان خاطر كاس العالم للانديه، لان حتى لو جبنا توقعات مش هنستفيد منه بحاجه في كاس العالم للانديه، لان خلاص البطوله على الابواب. انت مش ضامن نخش ينسجم على طول في وسط المجموعه ويبقى. وانا توقعت حتى لو جه يا جماعه مش هيبقى اقوى من الاربعه اللي عندنا. انت هيبقى عندك يعتبر اربع رؤوس حرب وخمسه كمان. يعني انت عندك شادي حسين، بيرس تاو، محمد شريف، كهربا، برونو سافيو. الناس هتقول لك برونو سافيو وبيرسي تاو اجنحه. انا بقول لكم انا بالنسبه لي شايف الاثنين راسات حربه، لان لياقتهم يا جماعه تعبانه، مش اللعيبه اللي تاخد الخط بالكامل. برونو سافيو وبيرسي تاو افضل مكان لهم حاليا. هم رؤوس حربه زيهم زي كهربا. ما كهربا في الاصل جناح، بس حاليا افضل مكان لو قلت لك لكهربا ايه هتقول لي راس حرب، لان لياقتهم الثلاثه يا جماعه مش لعيبه اللي تاخد الخط كله رايح جاي، اذا كان برونو سافيو او بيرسي تاو او كهربا. فانت حاليا يعتبر عندك 5 رؤوس حربة. يعني انا شايف الاولى الاهلي كان يفكر فيه في يناير بالنسبه له، والله واحد او اتنين كمان يجيب اجنحه. انت حاليا ما عندكش اجنحه. مين حد يقول لي مين اجنحه الاهلي؟ احنا ما عندناش غير احمد عبد القادر. عندنا حسين الشحات، وحسين الشحات مش اللاعب اللي بيديك الموسم كامل. حسين الشحات يعني معانا تقريبا بقاله كده داخل في ال5 سنين، يعني مفيش موسم كامل بيلعبه كويس مع حسين الشحات. فانت مش اللاعب اللي يعتمد عليه طول الموسم. وبرضه في نفس الوقت ممكن اصابات، ممكن اي نزول من المستوى، اي سبب من الاسباب. فانت كنت محتاج جناحين او جناح على الاقل. لكن شايف الاولى للاهلي ان هو يفكر في صفقه جناح عن صفقه راس الحرب، لان احنا هنعاني في الاجنحه. احمد عبد القادر اديك بتشوفوه ممكن الناس لما تقول بيتدلع احيانا مش في يومه بيطول بالكوره. فانت كنت عايز اجنحه اكتر منه راس حرب. سمعنا في اليومين دول ان خلاص مصطفى سعد لسه هيطلع اعاره بنسبه كبيره سيراميكا. خلاص المدافع بمناسبه الاعارات خلاص المغربي محمد المغربي راح اعاره لسموحه سنه ونص بالتوفيق، وان شاء الله بيلعب قلب دفاع. يعني محمد المغربي اللي ما يعرفوش هيروح وياخد حساسيه المباريات ونشوفوه في سموحه هيثبت نفسه ولا لا. فانا شايف الاهلي كان الاولى ليه الجناحات، والناس ما تقعدش منتظره يعني راس الحربه بالطريقه اللي الاعلام صدعنا بيها اليومين اللي فاتوا. والاهلي ذاته بامانه برضو اخبار كده طلعت من النادي الاهلي ان خلاص امير توفيق سافر وخلص. امير توفيق بكره ان شاء الله يعني عن الصفقه. فانا بقول لك الموضوع طول وكوميدي اكتر منه الناس مستنيه تشوف مهاجم الاهلي بجد. بقى الموضوع قلب بكوميديا اكتر، لان الموضوع فعلا طول جامد في موضوع مهاجم الاهلي ده. بقالنا تقريبا شهر اهو كل يوم مهاجم الاهلي هيعلنوا عنه، مهاجم الاهلي في الطريق، الاهلي خلاص مع مهاجم. فالموضوع يعني انا رايي كواحد من جمهور الاهلي انا مش منتظر اصلا المهاجم ولا انا شايف ان الاهلي محتاج مهاجم. احنا عندنا مهاجمين كتير. انت هتلاعب مين؟ ايبرس تاو، ولا هتلاعب شادي حسين، ولا هتلاعب محمد شريف، ولا هتلاعب زي ما قلت لكم برونو سافيو؟ هتلاعب مين ولا مين؟ انت عندك 5 فراوده حاليا في النادي الاهلي. انت مين هتجيب 6 ليه؟ الانديه العالميه شوفوها كلها يا جماعه. انت عندك ريال مدريد ما فيش غير بنزيما وقفل على كده، مفيش مهاجمين تانيين. عندك برشلونه ما فيهاش غير ليفاندوفسكي وقفل على كده. ادعس يعني الفريق اللي هو ايه بيبقى لو زاد بيبقوا اتنين. ليه احنا بنكتر في المهاجمين عندنا؟ خلي اتنين ودهم ثقه يا جماعه. انت لو عندك واحد زي شادي حسين والله العظيم مع مثلا شريف وبيرسي تاو الثلاثه واديتهم ثقه شويه هيدوك احلى من كده. ما احنا كلنا عارفين ما محمد شريف قبل كده واخد هداف الدوري، شادي حسين ما احنا شفناه في سيراميكا. بس اللعيبه يا جماعه مش واخده الثقه. اللعيبه بتنزل ماتش ما هدفش بينزل مضغوط المباراه اللي بعدها، فانت عمرك ما هتاخد منه حاجه. فانا بقول لكم الاهلي في حاجه اكتر لصفقه الجناح اكتر منها راس حرب. والموضوع ويا رب نفسي انا بقى ده اكتر واحد نفسي شهر يناير يخلص عشان خاطر موضوع المهاجم الاهلي ده. الموضوع طول زياده عن اللزوم. الحاجة التانية اللي حابة اتكلم فيها بعد الاهلي والمهاجم اللي كل حديث الشارع اليومين دول، كان في النهارده بقى 3 مباريات يا جماعة في الدوري. اول مباراة كانت اصلا طلع الجيش الساعة 3 الا ربع،
وانتهت بالتعادل 2-2. وانا يا جماعه بالمناسبه تابعت اجزاء من المباراه دي، وبامانه الكابتن ايمن الرمادي فعلا عامل شغل جامد في اسوان، الحق يتقال والله. يعني كانوا العيال ما شاء الله بتلعب كرة على الارض، اللعيبه كلها بتقف على الكوره، مفيش لاعب بيلعب الكوره باستعجال. لا بامانه الله فريق محترم، فريق اسوان ويتحيي. وفي نفس الوقت طلع الجيش مع كابتن محمد يوسف، بامانه اكتر واحد بننتقد الكابتن محمد يوسف، بس بامانه كان بادئ بتشكيله، انا شايفه كان بادئ بتشكيله كويسه، تشكيله هجوميه، مش مدرب المدربين اللي بيخافوا كان. بس ما تحسش اللعبه ان في شغل متحفظين عليه، بس بامانه تشكيلته تحس انها تشكيله بينقي لعيبه كويس في ارض الملعب. يعني كان بيلعب في مركز ستة كان فريد شوقي، بس كان بيلعب معاه اسلام محارب، اللاعب اللي راح لهم من سموحه مصطفى الخواجه برضو خامه كويسه، وقدامهم ثلاثه كان احمد سمير ولا كريم طارق، وقدامهم محمود وادي اللي جاي لهم من المصري. فبامانه كان عامل تشكيله لعيبه كتير هجوميه. بس المباراه انتهت بتعادل 2-2، وشاف النتيجه مستحقا، وكان اسوان كان اقرب للفوز. وتاني تحيه للكابتن بامانه ايمن الرمادي على الشغل اللي عمله مع اسوان. وبكده النتيجه دي اسوان كده بقى في المركز التاسع مع 19 نقطه، والجيش في المركز ال 12 ب 16 نقطه. المباراة التانية كانت الساعة 5 بقى يا جماعة، مباراة الإسماعيلي والداخلية، وانتهت بفوز الإسماعيلي 3-1. وشفنا قد إيه فرحة الكابتن ميدو مع الجمهور مع اللعيبة بعد المباراة. بأمانة يا جماعة الإسماعيلي في وضع لا يحسد عليه، الإسماعيلي بعد الفوز بقى في المركز قبل الأخير ب 12 نقطة. وبأمانة وضع في الإسماعيلية صعب جدا جدا جدا، والإسماعيلي مش معنى الفوز ده إنه خلاص الإسماعيلي داخل فترة معاناة جامدة جامدة السنة دي. الاسماعيلي هيعاني عشان يستنى في الدوري، وكنت شايفين كل الانديه بتحاول تساند الاسماعيلي، كله بيقول له بيعرض لعيبته على الاسماعيلي، اي لاعب انت محتاجه الاسماعيلي تحت امرك، اذا كان من الزمالك مع المستشار مرتضى، ومن النادي الاهلي وتحيه جمهور الاهلي ليهم. مهما الارض تزلزل دراويش مش هينزل. والناس كان نفسي يا جماعه الاعلام يسلط الضوء على حاجه زي ده اكتر من كده، ان جمهور الاهلي هو اللي طالع في احد مباريات الاهلي يقول لك مهما الارض تزلزل دراويش مش هينزل. فالناس كان نفسها تسلط الضوء اكتر من كده جماهير النادي الاهلي والمسانده لجماهير الاسماعيلي، عشان يا جماعه التعصب يخف عندنا حتى شويه من نبذ التعصب في الملاعب المصريه. فالاسماعيلي النهارده فاز 3-1، ونقول له مبروك وهارد لك لكابتن رضا شحاته مدير فني للداخليه، اللي انا بقول لكم بينحت في الصخر، مفيش امكانيات. بقول لكم انت لو اتفرجت على تشكيله الداخليه ما تعرفش غير محمد نجيب، وقليل اللي هيعرف حسين رجب، كان بيلعب في المقصه ولعب فتره في المصري، لكن اللي معروف فيهم اسم جامد هو محمد نجيب اللي كان في الاهلي ماشي من الاهلي من 2013 2014 تقريبا. فبقول لكم الداخليه رضا شحاته ده فعلا ده اللي بيعتل عليه نحت في الصاغ. والاسماعيلي بقول لكم السنه دي هيعاني جامد جامد عشان يستنى في الدوري، الموضوع صعب. يعني النهارده الداخليه كان النتيجه نزلت 2-1، كان المباراه كهربت لحد ما محمد الشامي احرز هدف الثالث وريح الدنيا خالص. لكن الاسماعيلي السنه دي في موقف لا يحسد عليه، ومبروك للاسماعيلي، ورب تبقى نقطه انطلاقه الميدو مع الاسماعيلي ويدي اداء كويس مع الاسماعيلي ويستنى في الدوري. لان طبعا الدوري ما غير فريق يا جماعه الكوره، اللي انا مقتنع بحاجه ان الكوره للجمهور، الكوره للجمهور. اي مباراه اتفرج عليها فيها الجمهور بتبقى مباراه ممتعه، مباراه كانت جميله. يعني الاسماعيلي والداخليه ما كانش اللي محلاها كان من جمهور الاسماعيلي، مباراه اسوان كان اللي محلاها جمهور اسوان. النهارده اخر مباراه هنتكلم عليها بقى دلوقتي المقاولين والاتحاد، بامانه كانت احسن حاجه في ثلاث مباريات النهارده هو جمهور الاتحاد السكندري ده، مسانده للاتحاد بطريقه واحتفالات، والجمهور بتشوفها بتنطط في الملعب. بامانه كانوا عاملين جو جميل جدا في ملعب المقاولين العرب، والمباراه انتهت 0-0. بأمانة نتيجة مستحقة. الفريقين يا جماعة تحس هم نفس المستوى، مفيش فريق عارف يركب على التاني في المباراة، إنه يمسك يستحوذ على الكورة. وحتى بعد المباراة انتهت المقاولين بقى في المركز الرابع ب 28 نقطة، والاتحاد في السادس ب 26 نقطة، فرق 2 بونت بس. يعني مباراة فعلا حتى المراكز تعبر عن الفرق في المستويات، فعلا المستوى واحد. يعني مفيش مستوى الفريقين، ده يمسك الكورة شوية ده شوية، مفيش فريق عارف يمسك يستحوذ على المباراة. المقاولين بأمانة كابتن شوقي غريب عامل فريق منظم ومقفل دفاعاته تقفيل، بيقول لك صعب فعلا صعب تجيب في السنه دي في المقاولين جول. يعني انت عندك حارس مرمى ابو السعود، قدامه فاروق او على يمينه اللاعب اللي احتمال كبير يجي الاهلي محمود فايد، وعلى شماله احمد علاء شقيق محمود علاء. دفاع حديد حديد بامانه الله ربنا، يعني بامانه من اقوى دفاعات الدوري الممتاز كفريق المقاولين ده، صعب تجيب في جون بجد يعني. وعلى الجانب الاخر الاتحاد نفس النظام برضه كانوا عاملين اداء كويس. وبامانه برضه محمد محمود احلى ما في الاهلي عمله فعلا، كل يوم بيتاكد ان محمد محمود طلع ارى الاتحاد. المدرب مانولوفيتش بقى بيديله كل مباراه بيبدا بيها، واللعيب لسه فعلا محتاج مباريات كتير. يعني كان فعلا الاهلي كان محق في خروج محمد محمود اعاره. طبعا عمار حمدي بينزل كل لسه اخر 10 دقايق يا جماعه، لسه ده لسه لان ده لسه راجع من اصابه الرباط الصليبي، فبياخد واحده واحده. يعني تحس بقى ان الاتحاد
يعني بيعامل اللعيبه دي كانه بيجهزها للاهلي اكتر منه احتياجات. والله تحس ان عمرو حمدي بيعامله صح بدور ربع ساعه، محمد محمود بيبدا بيه لحد ما الدقيقه 60 او 70 بيبدا يغيروا بيسحبوا في اخر المباراه. فبامانه يعني احلى تجهيز للعيبه دي ان شاء الله هتبقى مع الاتحاد في بقياده مانولوفيتش. هو هيجهز محمد محمود ده ان شاء الله يرجع احسن مكان ان شاء الله. هو حاليا فعلا اللي متابعه اللياقه لسه قليله، مش لسه محمد محمود ما رجعش محمد محمود. فالمباراه انتهت بالتعادل وكانت نتيجه مستحقه للطرفين. ننهي بقى يا جماعة بكرة اليد. وللأسف منتخب مصر النهارده خسر من ألمانيا 35-34 بعد وقت إضافي. وكده المنتخب هيلاعب المجر في المركز من السابع للثامن. يعني المباراة دي كانت من الخامس للثامن، المباراة بتاعت النهارده مصر وألمانيا. اللي لو كان مصر كانت كسبت كانت هتلعب من الخامس والسادس المباراة الجاية مع النرويج، لكن بخسارتها النهارده هتلعب مع السبع المراكز من السابع والثامن مع المجر. وبأمانة هم أدوا أداء يعني أداء بطولي قدام ألمانيا. يعني الفريق كان وصل لخمسة وستة أهداف، اتعادلوا في آخر المباراة ولعبوا وقت إضافي. وكان حتى علي زين هيجيب هدف الفوز والكرة جت في العارضة، كان ممكن مصر تكسب كمان. لكن ألمانيا فازت في الآخر 35-34. وبأمانة المنتخب يا جماعة لازم برضو نسانده، لأن المنتخب ده منتخب رجالة. تتفق بقى إن اللعيبة بيلعبوا أحيانا فردي، أحيانا المدير الفني باروندو ما كانش على قد المستوى، لكن المنتخب حاجة تشرف. احنا بنشوف احنا فين بعيد عن أي دولة عربية أو أفريقية في كرة اليد. احنا في منطقة تانية خالص، احنا بنصارع الكبار. احنا شفنا النهاردة الدنمارك يعني كانت يعتبر بهدلت أسبانيا ووصلت النهائي بطولة العالم لليد. منتخب يا جماعة عملاق الدنمارك في كرة اليد ده، انت كنت طبيعي تخسر منه. هو اللي زعلنا انا عن نفسي كان مباراة السود بالاكترية، انت كنت فارق ولا هم فرقوا عنك بهدف. العملية سحبت ل5 اهداف في اخر الشوط الاول. ده اللي بامانه كانت مباراة زعل جامد. لكن المنتخب بامانه الله حاجة تشرف، رغم خسارته النهارده هيلعب على المراكز من السابع والثامن مع المجر، لكن عندها منتخب بيد يشرف بجد. افضل لعبة جماعية في مصر بتشرفنا بره هي كرة اليد. وانا لو ينفع اجيب الورقه واقول لكم كل الاسماء عشان احييهم بامان والله كنت جبتها. لعيبه كلك رجال وبيقاتلوا في المباراه. يعني النهارده كانوا المانيا فرقت 5 اهداف، اللعبه ما سلمتش. ممكن يقول لك طب بيلعبوا من خامس للثامن، لعبه تهبط، لكن لعبه تحس انها فعلا رجاله وعارفين يعني ايه لعب باسم منتخب مصر. فبامانه تحيه ليهم رغم خسارتهم النهارده. مع منتخب اليد اللي بيشرفنا بجد اكون نهايه حالات. وريت يا جماعه اللي اتفضل اللي اتفرج عليها يضغط اشتراك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.